هنروح للنوع الثالث من البلاطات وهو الهولو بلوك. شفنا السوليد وشفنا الفلات وشفنا التهبيط فيهم هيبقى ماشي ازاي. هنروح نشتغل على الهولو بلوك. محتاج ان انا اطلع الجزء بس اللي في النص هو اللي هيطلع معايا هولو بلوك، فهنروح نعلم عليه بالشكل دوت وكابيتو كليب بورد بيست الاين تو سيلكت ليفل ونقول له ليفل 4. بعد كده نروح على ليفل 4. طبعا هيبقى عندنا هنا كوبي عمود، هنا نفس الكلام، شوية تعديلات بقى على حسب الشكل اللي هيكون عندك. وهنمسح ده، وممكن كمان وعندنا كاميرا تيجي معانا مثلا بالشكل دوت تقفل الحدود بتاعتنا بالكامل بالشكل دوت اهو. وبرضو هنا طبعا بقى تقفلها بقى سوليد سلاب تقفلها. فعندنا الباكية دي كده عايزين نعملها هولو بلوك، وممكن نروح باللاين على حدود الأعمدة بتاعتنا نقفل بالشكل ده عشان يعني ايه لما نيجي نرسم حتى البلاطة ويطلع معانا الموضوع مظبوط. الفكرة كلها ان احنا نشوف ازاي نقدر نطلع الافكار بتاعة الشغل كلها في التطبيقات اللي احنا بنعملها. وهينزل لك تطبيق كامل للهولو بلوك هيكون تاسك ومحتاج ان انا اشوفه منكم. طيب تعالى نبص بقى ازاي هنبتدي نشتغل على فكرة الهولو بلوك. اول حاجة لازم نعرفها هو الهولو بلوك بيتكون من ايه. فتعالوا نبص كده على شوية تفاصيل من الكود وشوية ابعاد كده عشان نبقى بس عندنا خلفية نقدر نتكلم عليها. اولا المسافة دي اللي هي مسافة السوليد بارت ما تقلش عن 150، وعدد الريب وعدد البلوكات في القانون بتاع في كود التفاصيل الانشائيه ممكن تخشوا وتراجعوا. وان البلوك عرضه ما بيقلش عن 40 وما بيزيدش عن 70، فده عرض البلوك بتاعنا. بعد كده عندك الريب اقل حاجه فيه هو 10، ما بيقلش برضو عن 10، او المفروض ان هو تي على 3. وعندك السمك اللي فوق دوت يا اما 5 سم يا اما 10 سم يا اما فيما ازيد من كده كمان، لكن هو مش بيقل عن ال5 سم. طيب تعال نشوف ازاي هنبتدي نشتغل نعمل الشكل بتاع البلوكات بتاعتنا عن جوه البرنامج. هنرجع هنا وعندنا جزء يعتبر one way slab وعندنا جزء تاني two way slab. فاول حاجه نبتدي بيها السوليد بارت. السوليد بارت هنرسمه ازاي؟ هنروح نجيب فلور ستراكشر فلور اديت دبليكيت اس سمك السوليد بارت اللي هو الارتفاع بتاع البلوك اللي هو ال20 سم زائد ال5 سم الجزء اللي فوق. لو رجعنا كده الارتفاع دوت هو 20 سم زائد الجزء اللي فوق 5 سم او 7 سم. فهنرجع نقول له ان الاس بتاعتنا هي حوالي خليها 27، ونخش في الاديت ونعدل 0.27 ونروح جايبين الفلور من على الحدود بتاعتنا نروح مغطيين الجزئية دي كده بالكامل. طيب عايزين من جوه بقى نسيب 20 سنتي، فانا هروح رايح وبعد كده ابقى اظبط مع الرب فيما بعد. هروح رايح عامل اوفست 0.2. طيب 0.2 بالبيك عشان يجي معايا من اول مرة ايه مظبوط. انا كده سايب من وش الكاميرا 20 سنتي، وبرضو من هنا وبرضو من هنا كده ومن هنا ومن هنا. وبعد كده بقى ترم وتقفل الحدود بتاعتك بالكامل بالشكل ده. دوس فينيش. يبقى انت كده عملت مين؟ عملت الجزء بتاع السوليد بارت. ولو رحت بصيت عليه كمان في ال 3D تلاقي الكاميرا اهي وهتلاقي السوليد بارت، وممكن تعمل كونسيست كولر كده عشان الالوان تبقى افتح معاك شويه. وزي ما انت شايف ادي الكاميرا بتاعتنا وادي الجزء اللي جاي عليها سوليد بارت. طيب تعالى بقى نرجع تاني للليفل. عايزين نبتدي نعمل الريبس بتاعتنا. هنشوف بقى في الفيديو اللي جاي ازاي نعمل الريبس ونفهم سيستم اسمه البيم سيستم مع بعض في الفيديو اللي جاي.